ده بقى بيجل بالسبانخ والجبنه. من قلب شوارع كفر عبده. تعالوا نجرب ساوردو. المكان موجود في كفر عبده جنب البريتش كونسل، مكان صغير كده بيقدم مخبوزات مختلفة. جبنا كذا حاجة فيلا نجربها. ده باجيت البيف بيكن، يبقى عليه طماطم وتحتيه خس وفيه صوص تقريبا مايونيز. طبعا خبز الساوردو مفيد جدا لان هو معمول بخميره طبيعيه، والعيش الباجيت بيبقى من فوق كده مقرمش سنه. بسم الله. عايز اقول لكم من احلى الباجيت اللي دقته في اسكندريه. نوع البيف بيكن اللي بيستخدموه تحفه، مش بتقطع رفيع، فالقطمه مليانه بيف بيكن معاك، طعمه حلو قوي. جرب انا بقى السور دو باجيت بالبيف بيكن. بسم الله. حلو قوي، تقيل قوي. ده بقى بيجل بالسبانخ والجبنه بس بالبريوش. دي عجينه البريوش نفسها هي اللي بالسبانخ ومحشي جبنه، طعمه مختلف قوي وحلو وفلافي جدا. ده بقى يا جماعه سلامي تويست، سلامي وجبنه في عجينه البريوش. واكتر حاجه حلوه ان العجينه فريش، العجينه فريش انت كده تمام خلاص يعني. ده بقى بريوش كاسترد بالبلو بيري. ده خطير ده. بصوا يا جماعه، يعني هي فلافي قوي قوي قوي. دي بقى بريوش كيك بالقهوه، هي شكلها اصلا يفتح النفس لوحده. بسم الله. يا لهوي، الرفنس بتاعها رهيب، بلعت خلاص فيهاش. من احلى الحاجات اللي احنا جربناها النهارده. لازم برضه اجرب البريوش كيك بالقهوه دي. بسم الله. ايوه حلوه فعلا، فلافي جدا، طعم القهوه واضح، خطيره دي بالالموند بقى وعليها سكر كده من فوق. اقول لكم بصوا العجينه حلوه قوي برضو دي. ملخص بقى سريع كده للتجربه، لو حاجه افطر تاني هاخد الباجيت بالبيف بيكن ده معاه الكاسترد اللي بالبلو بيري كان حلو قوي، والبريوش كيك برضو اللي بالقهوه كانت تحفه. ممكن اجي اشتري من عندهم العيش الباجيت، هم بيعملوا العيش الساوردو، فممكن برضو اشتري العيش واعمل بقى انا سندوتشات في البيت. بس دي تجربتنا مع السور دو. يلا جربوه وقولوا لنا رايكم.